ازيكم؟ النهارده جاي لكم بحكايه من حاره الطبلاوي في الجماليه. لو قلبك خفيف حرفيا بلاش بدون مقدمات وكلام كتير، يلا بسرعه هاند فريهك التسالي وطفي النور ويلا بينا. في سنه 2001 وفي شهر اغسطس تحديدا بيحكي لنا عامل مشرحه حلوان عن الجثه اللي جت من 10 ايام قبل حكايته القصه هتتحكي على لسان عامل المشرحه. من أول يوم اشتغلت فيه على عربية الإسعاف وأنا عارف إنها هقابل بلاوي ومشاكل ملهاش أول من آخر، ويا ريت وقفت لحد كده. ما كفاهمش بلاوي الإسعاف واللي بنشوفه فيه، ودوني مشرحة حلوان علشان أعيش ما بين الجثث، وكل جثة وجثة وراها حكاية ما يعلم بيها إلا ربنا. أنا السيد أبو أحمد من الدقهلية، بلد ريف وحياة بسيطة. اتخرجت دبلوم تمريض، ويوم ما قدمت على وظيفة قبلت وودوني الإسعاف. الأهل فرحوا، وظيفة، لا وفين؟ في الحكومي. وأول ما نزلت شهر تدريب على كل الأدوات اللي بنستخدمها جوه عربية الإسعاف، وأول يوم عمل هنزل فيه. ونزلت أول يوم وأنا فاكر إني هشتغل زي ما خلق ربنا، أصحى الصبح أروح شغلي، اليوم يعدي وبدري أروح وأبقى في وسط عيالي. إنما اللي شفته كان حاجة تانية خالص. أول يوم دخلت فيه النقطة بتاعت الإسعاف اللي أنا هشتغل فيها، اللي كان فيها زمايلي قاعدين، وأنا داخل عليهم بقول لهم سلام عليكم، ردوا عليا وقالوا لي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو أنت العامل الجديد؟ أخوكم السيد أبو أحمد. منورنا يا عم السيد. قلت لهم طب إيه، هستلم من مين الوردية يا جماعة؟ الحق يا عم السيد جاي وإيه سخنان على الآخر. رديت عليهم وقلت لهم لا والله، ولا أنا سخنان ولا أي حاجة، بس أنا بحب ألتزم مع زمايلي. وأنت إيه اللي جابك الإسعاف يا عم السيد؟ والله نصيبي إني جيت الإسعاف هنا عشان أشوف الناس الحلوة دي، وإن شاء الله يكون فال حلو. منين يا عم السيد؟ أنت مش واخد بالك أنت شغال فين؟ ده أنت في الإسعاف يا عم السيد، يعني جروح وحرايق وأعضاء، وواحد مقطع وشه واتنين متخانقين مع بعض وخناقات وحوارات. يا ساتر يا رب، في ايه يا جماعة؟ انتوا قلبتوها رعب كده ليه؟ لا، ده انا قلبي خفيف وخواف والله، ما استحملش كل ده. لقيتهم بيقولوا لي يبقى مكانك مش هنا يا عم السيد. يا ربي، من اول يوم كده يا فرحة اهلك بيك يا ابو احمد. واول ما استلمت ولقيت كده الجهاز اللي حاطينه بتاع اللاسلكي ده بيقول ابدأ الاشارة، الحالة مستعجلة بين الحياة والموت، حادثة 4 عربيات على طريق الاوتوستراد، اقصى وقت توصل فيه 7 دقايق. لقيت كله بيجري، واللي بيخطف حاجاته من هنا ومن هنا وكله بيجري. ولقيتهم بيقولوا لي وهم واخديني في وشهم كده رزقك واسع يا عم السيد، اركب العربية 78 وحضر الأجهزة زي ما اتدربت عليها في أقل من 7 دقايق. وركبت العربية وابتديت أحضر في الأجهزة، والعربية تشيلني وتحطني وتشيلني وتحطني، وأنا بحاول أحضر اللي أقدر أحضره علشان أقدر أستقبل الحالات، وبتشال وبتهبك جوه العربية. المهم حضرت اللي حضرت، وأول ما وصلت وزميلي بينزل وبيفتح الباب وبيطلع الطرق اللي معايا، أنا لقيت ناس ولقيتهم بيشيلوا في الناس اللي مرمية على الأرض ويحدفوها جوه الإسعاف، ولكنهم بيحملوا ميكروباص. فضلوا يحطوا ناس في العربية ديت والعربية التانية لحد ما بقى مفيش مكان خالص. ركب صاحبي، وأول ما لقى إن العربية اتملت بالطريقة دي دور وطلع على طول. يا دوبك أنا اتشعبطت في العربية، مش عارف أقفل الباب من كتر الناس اللي موجودة وبتتخانق معايا. أعمل إيه؟ لا، والناس اللي محطوطة في العربية إيه؟ اللي نص وشه متشلفط، واللي صوابعه طايرة، واللي إيده مقطوعة نصين، وأشكال ما يعلم بها إلا ربنا. المهم أول ما وصلنا ولقيت صاحب السواق بتاع العربية
اول ما شاف اهل الناس اللي عامله حادثه دي دخلوا كده ولكنهم داخلين خناقي، دور العربيه وقال لي اركب يا عم السيد، وقال يا فكيك. رحنا على النقطه بتاعتنا بتاعت الاسعاف، وانا مش طايق اقعد جوه ولا اسمع صوت اللاسلكي دي. قلت لما اروح اقف مع حسين زميلني اللي واقف على البواب واتلهي معاه واشوف خلق الله بره، لعل انسى اللي انا شفته النهارده. واقف كده مع حسين ولقيت داخل عليه المشرف بتاعنا وبيقول له السلام عليكم. ازيك يا حسين، انت عارف ان في 3 من زمايلنا النهارده طلعوا معاش؟ راح رد عليه حسين وبيقول له طبعا عرفت، طبعا. وراح قال له سعبعال طب ايه، في عجز هناك كتير، تحب اخد اسمك وارشحك؟ راح رد عليه حسين يا ريت عشان نترحم من البوابه وقرفها، ده احنا بنقابل كل يوم اشكال ما يعلم بيها الا ربنا. خلاص انا هكتب اسمي. وبعدين انا لقيت نفسي واقف ومركز في الموضوع والكلام قاعد يخبط في نافوخي وارتبه كده. يا سلام، اللهم لك الحمد يا رب، قبلت دعواتي بسرعة كده. وقفت قعدت افكر طب ما انا اتنقل وعلى الاقل ابعد عن القرف ووجع القلب ده. والمهم كان سعبعال ماشي ومدينا ظهره، ورحت ندهتله يا سعبعال يا سعبعال. بقول لك ايه يا سعبعال، سايق عليك النبي، ما تكتب اسمي عندك ورشحني كده للنقل لعل اتنقل هناك. راح بصلي كده باستغراب وقال لي ايه يا عم السيد، انت عايز تتنقل؟ يا ريت والنبي عشان ابعد عن اللي انا بشوفه دوت. راح استغرب من ردي كده ورد عليا وبيقول لي انت لحقت تشتغل يا عم السيد؟ ده انت لسه اول يوم ليك هنا النهارده. يا عم كمل في شغلك وشوف دنيتك فيها ايه، يمكن المكان اللي انت فيه احسن من اللي انت عايز تروح. انت لسه جاي النهارده ولسه ما شفتش حاجات كتير. هو انا هشوف اكتر من اللي انا شفته ده؟ لا يا حاج، سايق عليك النبي يا سعبعال، اكتب اسمي والنبي وخلينا ترشح للنقل. الله يبارك لك، الله يبارك لك ويخلي لك عيالك. وبعد ما اتحيلت عليه شويه راح قال لي ماشي يا عم السيد، خلاص انا هكتب اسمك للترشيح وانت ونصيبك. مش عايزني اقول لك على المكان اللي انت هتتنقل فيه؟ لا يا اخويا، خليها ببركتها كده، يعني هيكون هو اسوأ من المكان اللي انا فيه؟ توكل على الله، الله يبارك لك ويخلي لك عيالك. ورجعت انا تاني لحسين زميلي اللي عند البوابه. ايه يا عم حسين، انا كتبت اسمي في الناس اللي هتتنقل. والله يا عم السيد، طب كويس، دي حاجه حلوه خالص. وبعدين يا عم السيد انت مش لسه نازل اول يوم هنا؟ ده انت لسه معرفتش المكان اللي انت شغال فيه. لا يا اخوي، ظهر من اوله ووراني جمرته. النهارده حصل حادثه بعيد عنك، 4 عربيات مخبوطين في بعضيهم وشايلين الناس اللي واقفه على المحطه. عايز اقول لك بشر وناس متعوره كتير، واللي فيهم ميت واللي مخبوط مقطوع حته من جسمه. يعوذ بالله. لا يا اخوي، انا ما استحملش المناظر دي ابدا. ماشي، بس انت عارف المكان اللي انت عايز تتنقل فيه ده فين يعني؟ هيكون بعيد يعني ولا فين يعني؟ لا يا عم السيد، هنا في المستشفى. وهيكون فين؟ في قسم المشرحة يا عم السيد. ايه قسم المشرحة؟ يا ساتر يا رب، هو انا هطلع من نقري هقع في دحضيري؟ هو ايه يا رب النصيب ده؟ ليه بس يا عم السيد؟ خايف من ايه؟ وانت قلبك ضعيف ولا ايه؟ وبعدين ده انت هتروح تشتغل هناك في الهدوء والحلاوة؟ هو في حاجة هناك؟ ده هناك كلهم ميتين، يا بتدخل الصبح ميتين يا بتخرج وتسلم للأهالي ميتين. لا حد بيوجع لك دماغك ولا حد بيصدعك وانت قاعد. لا ده يقول لك ده انا عايز علاج، ولا ده يقول لك تعالى الحقني، ولا اهل المريض دول يتخانقوا معاك عشان عايزين يدخلوا له ويشوفوا هو فيه ايه، ولا حد بيتخانق مع دكتور. ده الدنيا هناك جميلة خالص وراحت بال. وبعد ما اقنعني حسين وحسسني ان هناك الدنيا جميلة وتعدي الايام ويجي قرار نقلي واسمع خبر قرار نقلي للمشرحي، وبعد ما جالي بيني وبينكو انا قلبي دج وما بقتش عارف اروح ولا لا، ولا اروح اعتذر وارجع في كلامي في القرار ده. المهم قعدت مع نفسي شوية كده وقعدت اكلم نفسي بعد ما سمعت القرار. جرى ايه يا واد يا سيد؟ مش انت كنت عايز تتنقل من الاسعاف ومشاكلها وقرفها؟ طب ما هي الفرصة جات لك اهي. وبعدين هي المشرحة مالها يعني؟ دول اللي داخلين لها او خارجين منها اموات، يعني لا بيتكلموا ولا ليهم قرايب هيتخانقوا معاك علشان قرايبهم يتعالجوا جوه،
او عشان خناقة حصلت ما بين العيان والدكتور النبطش، طب والله دول مرتاحين واكيد الشغل جنبهم هيبقى راحة بال. وبعدين ايه يعني اقصى حاجة ممكن تشوفها هناك؟ عفاريت ولا جن ولا اصوات كده؟ كل دي حاجات الواحد يقدر يبعد عنها ويقعد على البوابة بره ويشغل قرآن. انا راجل خواف وفي حالي، بس اكيد اللي هشوفه في المشرحة مش هيكون في ربع بشاعة اللي انا بشوفه يوميا في الاسعاف. اقنعت نفسي بالعافية ان المشرحة دي جنة، جنة بالنسبة لموقعي الاولاني. وفي النهاية وافقت على الشغل عند المشرحة، وشهادة لله يعني من وقت ما اشتغلت وانا ما بقيتش بشوف حاجة خالص، هما بس شوية الاصوات البسيطة اللي ممكن اسمعهم خارجين من اوضة التلاجة بالليل. وبمجرد ما انا والولا سعيد بنشغل قرآن الاصوات دي بتسكت خالص. ولو هتسألني مين هو سعيد ده، فانا هقول ان سعيد ده بقى عامل المشرحة الوحيد، شاب كده جاي من الصعيد غلبان وعلى باب الله، عايش جوه أوضة موجودة في المشرحي، أو بالتحديد يعني أوضة جنب باب المشرحي اللي جوه. ومن عند الولا سعيد ده بقى بتبدأ الحكاية. لحد هنا وخلص الجزء الأول. لسه القصة فيها حكاية عجيبة ولغز مش مفهوم، ولحد دلوقتي الناس دي موجودة، وهقول لكم هم قاعدين فين بس في آخر جزء، وازاي هما بيعانوا من الحاجات الغريبة اللي بتحصل ليهم. انا محبتش اعمل القصة حلقة واحدة عشان هتكون طويلة جدا، فانا مجزعها على 5 أجزاء بس منزلهم لك كلهم مرة واحدة، يعني مش هتستنى عشان تعرف ايه اللي هيحصل. فعل الجرس وهيظهر لك كل الحلقات، او ممكن تنزل في المصادر وهتلاقي لينكات الاجزاء التانية. وياريت تسمع كل الحلقات علشان تفهم الحكاية. والسلام عليكم.